السلام عليكم، معاكم يوسف واهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده يا شباب معانا لعبه جديده واللي هي محاكي محل الالعاب. هنلعبها ان شاء الله يا شباب لاول مره في القناه، ولو عجبتكم ان شاء الله عملنا سلسله. فقبل ما نبدا الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك ويلا بينا نبدا. في البدايه يا شباب خلينا اعرفكم على فكره اللعبه، واللي هي ان احنا نعمل محل العاب. فمحل الالعاب زي ما انتم عارفين طبعا هنحط فيه كمبيوترات واجهزه العاب وبلاي ستيشن وحاجات كتير جدا، والمفروض ان احنا يعني نوسع المحل ونكبره وننجح المشروع بتاعنا. ممكن كمان بعد كده نعمل فيه حاجات كتير جدا ونوسعه حتى، ونشتري يعني المحل اللي جنبه واللي جنبه وكده ونوسعه اكتر. فدلوقتي يا شباب خلينا ندخل في اللعبه على طول ونروح للمحل بتاعنا. انا طبعا سميت المحل على اسم القناه، ودلوقتي خلينا نروح ونشوف المحل بتاعنا يعني اخباره ايه كده. زي ما انتم شايفين يا شباب اسم المحل يوكسل على اسم القناه، ودلوقتي المفروض ان ده المحل بتاعنا، ومش عارف مين ابو سمره اللي كاتب اسمه هنا ده. فدلوقتي خلينا نفتح كده المحل، وزي ما انتم شايفين يا شباب طبعا يعني المكان كده مبدئيا يعني شكله ما يطمنش. زي ما انتم شايفين يعني وسخه في كل حته، والمفروض ان احنا ننضفه يعني ونظبطه، بس ان شاء الله نظبط المحل ونخليه احسن من كده بكتير. دلوقتي الشباب بيقول لي ان مفيش كهرباء جوه المحل. المفروض ان انت تفتح السويتش بتاع الكهرباء كده، المفروض ان كده المحل ينور يعني، ومفيش الا لمبه واحده تقريبا وملهاش لازمه يعني مش منوره اساسا. طيب اول حاجه يا شباب المفروض ان احنا ناخد المكنسه دي ونبدا دلوقتي ان احنا ننضف المحل من الحاجات اللي فيه، عشان يعني نبدا بقى نحط الكمبيوترات والحاجات. فخلينا كده ننضف المحل وننضف كل الحاجات اللي موجوده هنا، وبعد كده ارجع لكم تاني ونشوف هنعمل ايه بقى في المحل ونطوره ازاي. المفروض يا شباب ان كل ما ننضف يعني مؤشر الديرتي بينقص يعني، ولما ينقص كده المفروض ان احنا المحل بتاعنا كويس والناس هتتبسط ان هو نضيف يعني. فالمفروض ان دلوقتي خلاص المحل بقى تقريبا نضيف يعني. خلينا بس نشيل شويه الحاجات اللي هنا دي، واعتقد ان مفيش حاجه تاني في الارض يعني، ومش عارف ايه اللي في الارض ده، ميه ولا عباره عن ايه، بس هي الارض شكلها كده يعني. دلوقتي يا شباب خلينا نحط المكنسه دي على جنب. لا ثانيه، خلينا نشيل الوساخه اللي هنا دي بس كده، وبعدين نحط المكنسه كده على جنب. يعني مش عارف هي واقفه ازاي بصراحه. المفروض بقى يا شباب ان احنا نرتب المحل يعني. خلينا ناخد الطاوله اللي واقعه دي هنا كده ونحطها يعني مثلا على الحيطه اللي هنا. يابا يا شباب زي ما انتم شايفين كده نحطها المفروض هنا، والمفروض ان احنا بقى نجمع عليها كمبيوتر يعني. تجميع الكمبيوتر يا شباب هيحتاج مننا كيس للكمبيوتر ومونيتور اللي هي الشاشه، وهنحتاج مننا كرسي وكيبورد وماوس. فالخمس حاجات الاساسيين دول يا شباب لازم يكونوا موجودين على الطاوله عشان الكمبيوتر يبدا يشتغل يعني. فدلوقتي يا شباب هو بيقول لي ادخل على الكمبيوتر الرئيسي واطلب كمبيوتر تشتريه من امازون يعني، او من يعني زامازون زي ما اللعبه مسمياه. ولكن يا شباب لو دخلت على امازون من هنا الاسعار هتكون غاليه يعني، من الكمبيوتر الرئيسي هنا الاسعار هتكون غاليه جدا، لان لسه هدفع كمان توصيل وضرايب وحاجات زي كده. ففي يا شباب حاجه اكتشفتها ان في محل هنا قريب. خلينا بس اقفل المحل بتاعي ده كده. وده يا شباب على فكره حرامي يعني، المفروض كل ما تشوف الحرامي ده تقتله كده وبس كده خلاص يعني. المفروض ان ده حرامي، المفروض ما يقربش من هنا، لانه لو قرب يا شباب ممكن يدخل ويسرق اي حاجه في اي وقت. فكنت بقول لكم يا شباب ان انا اكتشفت هنا محل يعني قريب بيبيع الحاجات مستعمله وبيبيعها بسعر رخيص، فممكن احنا نروح نشتري منه احسن ما نشتري من امازون جديد يعني، ونتكلف يعني مصاريف كتير واحنا لسه في البدايه ومش معانا فلوس كتير يعني. زي ما انتم شايفين يا شباب هو ده المحل واسمه بيست بي سي بارتس. والمفروض ان احنا ندخل كده ونشوف ايه الحاجات اللي عنده يعني. زي ما انتم شايفين كده عنده الكيس بتاعت الكمبيوتر ومكتوب عليها اولد كمبيوتر كيس يعني قديمه جدا، وعنده شباب شويه حاجات تانية زي مثلا كرسي، وفي كيس تانية هنا، وعنده مونيتور مثلا، عنده اتنين من المونيتور، واحده حديثه شويه وواحده قديمه خالص، وعنده شباب شنط لو انت تحب تشيل فيها الحاجات، وعنده يعني جيم كونسول كده تعبان تقريبا بلاي ستيشن 1 او حاجه زي كده، وعنده شباب شويه اكسسوارات تانية يعني زي مثلا الكيبورد والماوس والحاجات. ودلوقتي يا شباب هو المفروض ان هو ده اللي هيبيع لنا يعني، مش عارف ماله كده. طب قوم يا باشا يعني حتى هات لنا اي حاجه، انت قاعد كده ليه يعني؟ مفيش احترام للزباين يعني، معلش يا باشا. ما علينا يا شباب دلوقتي ان احنا المفروض نجمع الكمبيوتر اللي انا قلت لكم عليه. ودلوقتي خلينا ناخد الكيس دي 116 زي ما انتم شايفين، ولما ندوس كده يبقى احنا اشتريناها، والمفروض ان احنا نشيلها كده في ايدينا ونروح بيها على المحل. فطبعا دلوقتي يا شباب المفروض ان احنا نحول الحاجات واحده واحده يعني، المفروض ان احنا يعني نشيل كده واحده واحده ونوديهم المحل، لان مش معانا شنطه، والشنطه زي ما انتم شايفين اقل واحده ب 2000 يعني ولا حاجه. لا يا شباب هي البيزك ب 475، المفروض ان انا معايا تقريبا 2000، معايا 1884 بعد ما اشتريت الكيس اللي هي ب 116. فمش عارف بصراحه، حاسس ان الشنطه يعني سعرها مبالغ فيه يعني. الكيس ازاي ب 116 وشنطه ب 475؟ ده ازاي يا عم الحاج يعني؟ ولكن يا شباب مش مشكله، دلوقتي خلينا نروح واحده واحده، وبعدين يعني كده لما نكسب فلوس وبتاع ممكن نشتري الشنطه يعني. فدلوقتي خلينا نروح بقى اشتري الحاجات واوديها على المحل واحده واحده. وزي ما انتم شايفين ده حرامي، المفروض ان احنا كل ما نشوفه نضربه، بس انا مش عارف اضربه لاني ماسك الكيس يعني. فدلوقتي خلينا نفتح المحل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، وندخل فيه الكيس اللي احنا اشتريناها. المفروض ان احنا نحطها على الطاوله يا شباب زي ما انتم شايفين بالشكل ده، نحطها يا شباب هنا كده. ودلوقتي زي ما انتم شايفين عمل عليها علامه صح، ويعني ان هي خلاص بقت موجوده. ودلوقتي ناقص الاربع حاجات التانيين. نقفل يا باشا المحل عشان الحرامي زي ما انتم عارفين في حرامي في المدينه، هو ده اللي انتم شايفينه يعني. ده يا شباب حرامي، المفروض ان انت تضربه كده تموته. ويا شباب في واحد تاني برضه نصاب يعني، هو ده اللي لابس ازرق اللي هناك ده يعني، ده تقريبا يعني نصاب، مش عارف دايما كده لابس متفجرات، ويدخل يا شباب المحلات ويفجرها بس كده من غير اي سبب.
سبب. فممكن يا شباب بعد ما نرتب المحل وكل حاجه ممكن يدخل لنا كده من غير اي سبب يعني ويفجر المحل، فالمفروض ان احنا نخلي بالنا منه برضه. 2 hours later. المفروض ان احنا عندنا كرسي هنا المفروض نحطه هنا كده برضه، يعني المفروض ان الكرسي ده اللعبه اديته لنا من الاول يعني ما اشتريناش ولا اي حاجه. ودلوقتي زي ما انتم شايفين 3 قطع عمل عليهم صح وباقي بس الماوس والكيبورد، فهروح اجيبهم كده بسرعه وارجع لكم تاني. دلوقتي يا شباب دخلت وهي دي الكيبورد زي ما انتم شايفينها كده، والمفروض ان احنا نحطها على الطاوله كده زي ما انتم شايفين. ويا شباب كده حطيناه وزي ما انتم شايفين الكمبيوتر نور يعني بسم الله ما شاء الله، يعني كده شغال 100 100. المفروض دلوقتي ان في زباين المفروض تدخل، بس الاول حاجه المفروض ان احنا نفتح المحل من الكمبيوتر الرئيسي زي ما انتم شايفين. دلوقتي يا شباب الكمبيوتر الرئيسي بيفتح، يعني المفروض كده ان هو بياخد شويه وقت عشان هو قديم شويه. وزي ما انتم شايفين دي صفحه الكمبيوتر الرئيسي ومكتوب فوق ان الكافيه بتاعنا او المحل بتاعنا يعني كلوزد، والمفروض ان احنا مفيش اي زباين بتيجي يا شباب بعد الساعه 1 بالليل، واحنا دلوقتي بعد الساعه 1 بالليل، فالمفروض ان مفيش اي زباين هتيجي حتى لو فتحنا المحل. يا شباب زي ما انتم شايفين جه فجر المحل، يعني والله الراجل الازرق جه فجر المحل زي ما انتم شايفين كده وبيلخبط كل حاجه، يعني فجاه لقيته طالع يجري كده بسرعه وفجر المحل وخلاص. يعني مش عارف ايه السبب وايه الفايده، انا مش عارف يعني. وزي ما انتم شايفين كل حاجه اتلخبطت واضطر اعيد كل حاجه من اول وجديد. فخلينا دلوقتي نقفل علينا باب المحل كده زي ما انتم شايفين ونعيد بقى كل حاجه من اول وجديد، وبعد كده ارجع لكم تاني ونشوف ايه حكايتنا مع الراجل الازرق ده يعني. A few moments later. رجعت يا شباب الكمبيوتر زي ما كان، والمشكله كنت بقول لكم لسه هنروح ننام يعني، لقيت الراجل دخل وفجر المحل كده في ثانيه، مش عارف يعني ايه فايدته وليه اللعبه حطاه يعني مش عارف. فالمفروض دلوقتي يا شباب ان احنا نفتح باب المحل ونروح دلوقتي على بيتنا ونروح ننام، وبعد كده لما الصبح يطلع يعني ان شاء الله نبقى نيجي ونفتح المحل. وهو ده الراجل الازرق زي ما انتم شايفين، خلينا كده ننتقم منه، والحرامي كمان خلينا نضربه كده قبل ما نروح ننام يعني. ودلوقتي خلينا نطلع في الاسانسير في بيتنا، يعني بيتنا متواضع زي ما انتم شايفينه كده. نفتح الاسانسير يا شباب ونطلع في البيت وبعد كده ننام ونرجع تاني. البيت يا شباب في الدور الثالث، فخلينا دلوقتي ندوس على الدور الثالث كده. ودلوقتي زي ما انتم شايفين احنا بنطلع، يعني الاسانسير على الله حكايته وعمال يطفي وينور وحالته وحاله يعني، بس ما علينا. دلوقتي يا شباب طلعت زي ما انتم شايفين، ودلوقتي دخلت البيت بتاعي، يعني زي ما انتم شايفين هو ده البيت. نقعد هنا والمفروض ان في سرير جوه وبس كده، ما فيش اي حاجه تانية ولا حتى حمام ولا مطبخ ولا اي حاجه، يعني حاجه غريبه مش عارف ده ايه بصراحه، بس يلا. ودلوقتي خلينا ننام، ودلوقتي تاني يوم نبقى نروح ونشوف المحل ايه اللي هيحصل فيه. صحينا تاني يوم يا شباب، ودلوقتي خلينا نروح على المحل. هننزل في الاسانسير التعبان زي ما انتم شايفين. ودلوقتي يا شباب المفروض ان احنا الصبح والشمس طالعه زي ما انتم شايفين كده، فالمفروض ان احنا نروح نفتح المحل ويجي لنا زباين بقى عادي لان احنا دلوقتي الصبح. فخلينا نفتح كده المحل يا شباب ونستنى اول زبون مع بعض ونشوف هيجي لنا امتى وايه اللي هيحصل لما يجي لنا اول زبون يعني، وهناخد منه كام برضو. السلام عليكم. تعالى يا باشا انت بتجري، طب تعالى خش المحل. طيب يا شباب انا قاعد مستني زبون، والمشكله ان انا مش فاتح المحل اساسا من الجهاز الرئيسي يعني نسيت دلوقتي. فخلينا دلوقتي نروح على الجهاز الرئيسي زي ما انتم شايفين كده ونعمل المحل اوبن، ودلوقتي بقى يجي لنا الزباين. دلوقتي يا شباب زي ما انتم شايفين يعني المفروض ان ده متسول كده في المدينه، ولكن هو عارف خبايا المدينه. فدلوقتي بيقول لي ايه يا شباب، بيقول لي انا عارف كل حاجه بتحصل في المدينه دي، وان انت الملك الجديد للكافيه سيميليتور يعني اللي انت هتفتحه ده. فدلوقتي يا شباب بيقول لي كمان ان هم فجروا يا شباب المحل اللي كان قبلي في نفس المكان، يعني هم فجروه كده ودمروه، فعشان كده يا شباب لقينا شكله مش الطف حاجه لان هو كان متدمر. وبيقول لي كمان ان صاحب المحل اللي قبلك ما سمعش كلامي، ولو كان سمع كلامي ما كانش حصل له ده كله يعني. وبيقول لي يا شباب لو انت عايز تعمل تعدين للعملات الرقميه البيتكوين والحاجات دي، المفروض ان انت تدفع لي 100 دولار عشان اجيب لك شهاده تعمل بيها التعدين وتكسب فلوس بعد كده. فيا شباب مش عارف ادفع له 100 دولار ولا اسحب عليه يعني، ولكن بفكر ادفعها له لان هي رخيصه، واشوف دلوقتي هيفيدني فعلا ولا مش هيفيدني. فخلينا كده ادفعها له. بيقول لي دلوقتي يا شباب عدي عليا من وقت للتاني عشان اكون طلعت لك الرخصه بتاعه التعدين، وكمان تقدر بقى تشتري من طريقي عن طريق انا يعني، تشتري ادوات تعدين وتحطها عندك في المحل بطريقه مخفيه عشان يا شباب نكسب فلوس، لان التعدين هنا في المدينه مش قانوني، المفروض ان احنا ممنوع نعدن يعني. وعلى فكره يا شباب في زباين بتهرب، يعني في زباين دخلت المحل وبتطلب مني ريكوست ان انا افتح لهم الجهاز، وبعد ما افتح لهم الجهاز يا شباب بيهربوا ومش بيدفعوا الفلوس. المفروض ان انا اجري وراهم واضربهم، بس دلوقتي عشان انا ضعيف والاستامينا بتاعتي ضعيفه مش بقدر اضربهم يعني. ولكن يا شباب بعد ما اكون قوي ومعايا الادوات اللي هي بضرب بيها، مثلا في عصايه هنا جوه المحل سايبينها لي، المفروض ان انا اضرب بيها الناس اللي بتجري، يعني هي دي العصايه زي ما انتم شايفين كده. وفي نور واقع هنا خلينا نعلقه كده زي ما انتم شايفين، خلينا نحطه هنا كده. اول زبونه يا شباب دخلت المحل وقعدت على الكرسي وهتطلب مني دلوقتي ريكوست ان انا افتح لها الجهاز. فالمفروض دلوقتي يا شباب ان انا عن طريق الجهاز الرئيسي افتح لهم الاجهزه اللي هم يعني بيطلبوها، اعمل لهم كده ابروف زي ما انتم شايفين. ودلوقتي والله ما كملتش ثانيه واحده وقامت وادتني فلوس يعني، وادتني دولار واحد بس، وتقريبا شكله ما عجبهاش المكان، فعشان كده مشيت يا شباب. لازم يا شباب ننظف الحاجات اللي موجوده هنا عشان المكان ديرتي، فهي ما رضيتش تقعد كتير، وما خدتش بالي يا شباب ان في حاجات تانية ظهرت، فالمفروض ان احنا ننظفها برده اول باول. وكمان يا شباب في حاجه في المحل ان المفروض تكون ريحته كويسه دايما يعني، لانه كان مقفول فتره طويله يا شباب، فالمفروض ان احنا ناخد السبراي كده زي ما انتم شايفين ونحسن ريحه المحل.
يعني نرش كده معطر في كل مكان عشان ريحه المحل تتحسن. وزي ما انتم شايفين دخل لنا زبون تاني، بس هو لما شافني برش يعني طلع، مش عارف ليه. يا باشا طلعت ليه وانت لابس قناع كده ليه اساسا؟ زبونه تانية يا شباب دخلت المحل، ولكن بتقول لي ان الجو حر، يعني المفروض ان احنا نشتري كده مراوح او تكييفات، ولكن بعدين يا باشا عشان احنا دلوقتي في البدايه ولسه مش معانا فلوس. ودلوقتي طلبت مني ريكوست برضو ان انا افتح لها الجهاز، وعلى الله بقى تمشي من غير ما تدينا فلوس، يعني همسكها كده. وطبعا يا شباب بعد ما كله بيخلص بيدينا تقييمات على المحل. فدلوقتي خلينا نشوف تقييمات الناس، وكلها بسم الله ما شاء الله نجمه او نجمتين، يعني حاجه يا شباب في منتهى السوق. خلينا دلوقتي يا شباب نمسك المكنسه وناخد التراش اللي هي موجوده هنا دي كده. والمفروض يا شباب ان الزبونه دي كده خلصت الاستخدام بتاعها، وزي ما انتم شايفين محترمه بصراحه، جت ادتني الفلوس. فدلوقتي خلينا ناخد منها الفلوس كده. ادتنا يا شباب زي ما انتم شايفين 32 دولار. والحرام يا شباب زي ما انتم شايفين المفروض ان احنا نحط كده المكنسه ونروح نضربه، يعني بحب اضربه كده بصراحه، حتى لو هو ماشي في حاله بحب اضربه عشان هو بيسرق مني الحاجات. خلينا يا شباب ننظف المحل بتاعنا، وممكن نعمل فيه شويه تطويرات برده من الكمبيوتر الرئيسي. هوريكم دلوقتي. الكهرباء يا شباب بتقطع كل شويه، المفروض ان انا كل شويه اروح اشغل السويتش تاني، يعني المفروض ان الكهرباء ما تقطعش اصلا، بس تقريبا في عطل في المحول بره، وتقريبا في حد هيصلحه لي بعدين، يعني مش فاكر. خلينا دلوقتي نقفل المحل بتاعنا عشان كده الساعه عدت 1 بالليل، ونفتح الكمبيوتر الرئيسي ونشوف هنعمل ايه من التطويرات اللي موجوده. دلوقتي يا شباب زي ما انتم شايفين من الصفحه دي نقدر نختار ماي كافيه، ونقدر دلوقتي نعدل على الحيطان والارضيه والحاجات كلها زي ما انتم شايفين، لان الارضيه بصراحه بتاعتنا يعني تعبانه خالص، فالمفروض ان احنا نعدلها على الاقل يعني، ونخليها كده شكلها كويس. اشتريت يا شباب الارضيه دي كده زي ما انتم شايفين، وخلينا كده ناخد عليها بصه، يعني نقوم على الكمبيوتر كده وناخد بصه على الارضيه. يعني زي ما انتم شايفين بقى شكلها احسن بكتير جدا جدا من الاول، يعني زي ما انتم شايفين بقت مرتبه. ودلوقتي ممكن نغير برضو الحيطان والسقف عشان شكلهم برضو مش احسن حاجه. وده كده يا شباب المحل بتاعنا من بره بعد ما طورناه وظبطناه، يعني زي ما انتم شايفين بقى شكله احسن وافخم بكتير جدا. فبس يا شباب دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا بيها واستمتعتوا باللعبه. لو عجبك الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك. ولو عجبتك السلسله انزل تحت اكتب لي في الكومنتات عشان ان شاء الله اكمل فيها في القناه. وكان معاكم يوسف يا شباب، واشوفكم الحلقه الجايه، مع السلامه.